مساء الفل يا احمد، ايه حضرتك؟ كله تمام. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. يعني كان في مداخلة معايا كده وقلت لك انت عامل جدول الدوري متوقع تونس تخلص الثلاث ماتشات. يعني كان الموقف هيبقى ايه لو كانت استراليا ما كسبتش الجولة الأخيرة؟ لا والله انا بحط التوقع اللي هو يعني الطبيعي اللي هو 80 90% يعني بيحصل. اه لا، توقعك يمكن كان انا سليم. زمان برضه لما كنت بلعب ماتشات كتيره ليبرو، رغم ان انا كنت هاف. اه عشان زمان الليبرو زي الكابتن ابراهيم يوسف والكابتن حسن حمدي، كان الليبرو بتاع زمان بيلعب على التوقع. اه يعني يعني عينه في عين واللي في نص الملعب هيلعبها في الحته دي، روح ناخدها كده من غير التحامات ومن غير حاجه. كنت قاري اللعبة من بدري انت يا حاج علي. فانا قريت اللعبه طبعا على حسب الظروف الطبيعيه يعني. اه. طب يعني كويس عودة علي معلول وعودة سيف وعملنا برضه الجزيري. حسابي برضه الدور ال 16 ما لعبناش فيه، اللي هو الدور اللي بيتلعب دوت، فهنلعب بعديه على طول. اه. في الايام الراحه استغلتها، توقيتات الماتشات برضه 3 الا ربع وبين الماتشات الناس بتطلع من الماتش ده للماتش ده. امم. يعني قدر الامكان ما قدرناش، يعني ما رضيتش احرم الجمهور ان هو في حاجه تفوته. وقدرت تكسب وقت عشان تقدر تنهي الدوري في يعني اقرب في شهر 6 ان شاء الله. يعني ان خلاص ان شاء شاء الله. الله 30/6 نهاية جدول الدوري. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب جاي لنا دلوقتي انباء ان مباراة الزمالك امام الجيش اللي كان محدد لها استاد برج العرب تم نقلها الملعب الكلية الحربية، صحة الخبر؟ ما حضرتك عارف ان نادي الطلائع ان هو كل موسم امم. في مباراتين بتوع الاهلي والزمالك ما بيلعبهمش في جهاز الرياضه، اه. فبالتالي بيختار ملعب بديل. امم. فمره اختار استاد السويس، الجيش للسويس، ومره الاستاد برج العرب، الجيش برج العرب. امم. فبعت لنا جواب بعد تولي الكابتن محمد يوسف في المسؤوليه امم. ان هو قال لنا المباراتين للكليه الحربيه. اه. وتم الموافقة. اه لان الفرقه كلها من القاهره وهو من القاهره، فمباراتين بتوع الزمالك الاولى وبعد مباراه الاهلي الدور الثاني هيبقى في الكليه الحربيه ان شاء الله. اه انا خايف مباراة الاهلي الدور الثاني كابتن محمد يوسف يعملها تاني مع الاهلي ويوديه يلعب في اسكندرية زي ما لا ما حصل. يقدرش يغير ما دام ما فيش سبب امني، ما يقدرش يغير، زي الفل. مش من طيب حقه يغير. دلوقتي رابطة الأندية داخلين على الجولة السادسة، وخليني يعني أنقل لك تصريحات أو تساؤلات في الشارع الرياضي. كان في بعض المواقع نشرت عن تلفيات في استاد برج العرب بعد مباراة الزمالك والمصري، وكان المفترض بيكون دايما قبل ما نبدأ الجولة بيكون في قرارات انضباطية صدرت قبل كده على جماهير الإسماعيلي، جماهير الأهلي، جماهير المحلة، يعني أكثر من نادي تم معاقبتهم. فهل القرار ما زال بيدرس ولا القصة مفيش اصلا قرار صادر؟ لا بالنسبه لي انا طبعا السؤال ده برضه انا كنت متوقعه كده زي منتخب تونس. لعيب برضه. فانا محضر الرد يعني، وعارف ان في ناس طبعا هتطلع تهاجم بعد ما انا اقول الرد دوت، اه. انما انا بقول الحقيقه وبقول اللي في التقارير. امم. حضرتك عارف ان في بعض الدول في العالم عشان الروابط المدرجات بتاعتها ان هي بتعمل ما فيش كراسي في المدرجات دي، اه. ففي لازم نفرق بين الجمهور بيقف على الكراسي ويقعد يشجعهم امم. وبين الشغب امم. الطبيعي اللي بيحصل. خاصة المباراة طبعا دي في استاد الجيش برج العرب، امم. وانا تقريبا عايش هناك بقالي سنين من يوم ما اتفتح الاستاد، من قبل ما يتفتح كمان. امم. فانا عارف الاجراءات لما نيجي نعمل مباراة للمنتخب ان بيبقى فيه ايجار الملعب وفي تأمين بيدفع قبل المباراة، امم. وبنقعد في مندوب سواء من اتحاد الكرة او من النادي يقعد يلف على المدرجات، وبعد المباراة قبل ما الفرقة بتروح بياخد المندوب دوت ويقعد يلف على التلفيات اللي حصلت في المدرج. امم. فبالتالي تقرير مراقب طبعا ما فيهوش اي اعمال شغب، ما حدش رمى كرسي، ما حدش كسر حاجه يعني اللي هو شافها، انما هي التشجيع على الكراسي. طبعا حصل تلفيات في بعض الكراسي، فده التامين الاستاد الجيش برج العرب بياخد التامين. احنا بنحاسب على اعمال الشغب، انما التلفيات دي بتبقى بين استاد الجيش او اي استاد مع النادي اللي هو دافع التامين، خاصه ان المباراه دي مباراه الزمالك فهننقل لاستاد الجيش على طول. لو النادي الثاني بقى اللي حصل منه الكلام دوت بيبعت لنا النادي تقرير من الاستاد بالتلفيات اللي حصلت، فبنحمل الغرامه على الجمهور الفريق الثاني اللي هو مش مؤجر الملعب. اه يعني انت كده حضرتك بتتكلم وبتقول ان الكراسي دي اتكسرت بسبب وقوف جماهير نادي الزمالك على الكراسي والتشجيع من خلال الوقوف على الكراسي، وبالتالي
مفيش اي عقوبه بالايقاف او حرمان نادي الزمالك من الجماهير اللي كانت متواجده، عشان بس نوضح للمستمعين، وان القصه عباره عن تلفيات هيتم رصدها من خلال مراقب المباراه ومن خلال استاد الجيش ببرج العرب، وهيتم تحميل القيمه الماليه يعني للكراسي المكسره دي على نادي الزمالك. صح كده اللي انا فهمته؟ ايوه، من فلوس التامين اللي بتدفع قبل المباراه. من فلوس التأمين اللي بتدفع قبل المباراة. ما ده ياخدني لسؤال برضه يا حاج عامر، واسمح لي، يعني أكيد أنت متوقعه. يعني كان في بعض الهتافات اللي لم تصدر عبر شاشات التلفزيون في مباريات أخرى لمنافسين آخرين، وتم حرمان الجماهير لمدة مباراتين. لا، في فرق بين الهتافات والهتافات. امم. يعني واحد، انا ممكن الهتاف اللي هو بيبقى عليه غرامات، امم. انا بهتف ضد حكم عشان لعبه معينه، ده انا عملنا مع نادي الاتحاد. امم. فلما تقرر بيديله انذار ان هو هيلعب، هيتمنع من الجمهور في حاله التكرار. ده بعتنا لنادي الاتحاد، ويمكن مباراه الاتحاد اللي فاتت رغم ان هو اتهزم في استاد اسكندريه وانا كنت موجود في الاستاد، امم. ما حدش تطوع باي لفظ، لان كان هيحصل اي حاجه كان هيلعب من غير جمهور. تمام. وبرضه نادي الاسماعيلي المباراه اللي فاتت مع الكابتن هاني سليمان برضه فيه هتافات، فبياخد الغرامه مع الانذار. في حاله التكرار برضه هيحصل نفس الكلام ده. امم. انما فيه هتافات صعبه ما اقدرش اقول لحضرتك عليها دلوقتي، امم. انما طبعا لو تحب تعرفها بعد المداخله هبقى اقولها لك. طيب انا برضه توقعتها، مع اني ما كنتش بلعب ليبرو، انا كنت بلعب هاف. بس انت متابع جيد يعني أك- المطبخ بتاع كرة القدم يعني بالكامل، يعني الالعاب كلها مش كرة القدم بس. طب طبعا ده بسمعك حضرتك في كده كل اللي الالعاب متابع يعني. جيد كده. حضرتك اللي متابع جيد لبرامجنا. حبيبي يا حاج عامر، هو بس يعني سؤال اخير بقى، هل وصل لك التلفيات دي على اتحاد الكرة ولا لسه بيتم رصدها من استاد لا، برج اصل ما العرب؟ دام الاستاد امم. صاحب الملعب اللي هو معاه الفلوس مضمونه بتاعته اه. مش هيبعت لي. اه. انما لو فريق تاني بيبعت لي، ان حصل تلفيات في غرف الملابس من الفريق الثاني اللي هو ما خدش التامين منه، لان دي مش دي كانت مباراه نادي الزمالك. اه. اه. طب في حالة ان فلذلك هو التلفيات دي المسؤول، تخطط. اه. طب فهو بيخاطب النادي على طول وبياخد من الشيك بتاع التامين ويرجع له، لو في مبلغ باقي بيرجعه له، لو في مبلغ زياده بيطلبه منه. لو في مبلغ زياده بيطلبوا منه. اذا القصة ما بين استاد برج العرب ونادي الزمالك. تمام، ده الاجراء الطبيعي اللي بيحصل في كل مباراه سواء منتخب او انديه. حبيبي يا حاج عامر، يعني بشكرك جدا على المداخلة القيمة دي، وموفق دايما، وتتوقع كده ما يحدث في الساحة الرياضية، وتتوقع الأسئلة وتجهز لها كده معانا دايما. ربنا يكرمك حبيبي.